لو جاب لي مسألة زي دي بتاعة الشبكات بنحلها ازاي؟ أول حاجة بنقول حساب أو تحديد الوقت المتوقع. ده بيساوي ايه؟ ف زائد 4 في ح زائد ش على الستة. تمام؟ يبقى ف زائد 4 في ح زائد الشين على الستة. تمام؟ فهنقول مثلا ألف بيساوي 1 زائد 4 في 2، 1 زائد 4 في 2 زائد 9 على 6، وهنشوف بتساوي كام. والب نفس النظام هنطلع، هنقول 1 زائد 4 في 2 زائد 3 على 6، وهنجيب الناتج بتاعها. هنمشي كده الألف والب لحد الواو والزال، هنطلع النواتج بتاعتهم. فاحنا زي ما قلنا أول حاجة عملناها إن احنا عملنا تحديد الوقت المتوقع بالقانون ده، وجبنا النواتج بتاعت ألف وب وجيم وهكذا كل المسارات دي. بعد كده تاني حاجة هتبقى رسم شبكة الأعمال. تمام. أول حاجة عندنا من 1 ل2، فاحنا هنيجي هنا هنعمل 1 وهنا 2 ونوصل من 1 ل2. بعد كده من 1 ل3 هنقول من 1 ل3. هنا بس من 1 ل2 ده اللي هي ألف، هنكتب ألف هنا، والألف بتساوي كام؟ طلعناها ب3 فنكتب تحتها 3. وهنا قلنا ب اللي هي من 1 ل3، فهنا هنقول ب، وب بكام؟ اللي هي ب2. بعد كده عندنا ج من 2 ل4، فمن 2 ل4 وهنكتب هنا ج، والجيم طلعناها ب6. بعد كده الدال من 2 ل5، هنروح عاملين 5 هنا ونوصل خط. من 2 ل5 دي كانت الدال، والدال ب8. بعد كده اله من 3 ل5 هنوصل بينهم ونكتب الحرف، واله كانت ب6. بعد كده عندنا الواو من 4 ل6، هنكتب ال6 مثلا هنا ونوصل من 4 ل6، ودي الواو، والواو احنا مطلعينها ب4. آخر حاجة عندنا الزين من 5 ل6، هنكتب الحرف وهنكتب الناتج بتاعه اللي احنا كنا مطلعينه اللي هو 5. كده احنا رسمنا شبكة الأعمال. بعد كده هنيجي نعمل مستطيل فوق كل رقم ونقسمه 2 مربعين كده. هنيجي هنا عند الواحد، بدايتنا هنا ب0. تمام. بنعمل المربع اللي على اليمين الأول، هنقول 0 زائد 3 ب3، و0 زائد 2 ب2. بعد كده معانا 3 زائد 6 هتبقى ب9، هنكتبها هنا، وال3 زائد 8 ب11. بس هنا ناخد بالنا من حاجة، ال5 دي رايح لها سهمين، هنقول ال3 زائد 8 هتدينا 11. طيب وهنا 2 زائد 6 هيدينا 8، فاحنا بنكتب ال11 لأن ال11 ده الرقم الأكبر. فمثلا في حالة 4 إن هي رايح لها سهم واحد، هنقول على طول 3 زائد 6 ب9. إنما ال5 عشان رايح لها سهمين من 2 ومن 3، فبنعملهم كده فوق من 3 2 و6 ب8، لكن من 2
3 و8 ب11، فبنكتب الرقم الأكبر. بعد كده واحنا رايحين للستة هنقول 11 زائد 5 هتبقى ب16. الرقم اللي رحنا بيه هو اللي هنرجع بيه، فهنكتب 16 هنا، وهنرجع بقى بس بالناقص، هنقول 16 ناقص ال4 يبقى ب12، و16 ناقص ال5 ب11. هنرجع هنا برضو الاتنين راجع لها سهمين، ناخد بالنا ان في سهم من هنا وسهم من هنا راجع، فلو قلنا ال11 ناقص ال8 هتبقى ب3، ولو قلنا ال12 ناقص ال6 هتبقى ب6. هنا بقى هناخد الرقم الأقل اللي هو ال3. تمام؟ ده لأن احنا واحنا راجعين بنطرح. هنا برضو ال3 دي راجع لها سهم واحد، فهنقول ال11 ناقص ال6 هتدينا 5. والتلاتة واحنا راجعين كده هنقول ال3 ناقص ال2 هتدينا 1. ولو قلنا ال3 ناقص ال3 هتدينا 0، فاحنا هنكتب الصفر طبعا الرقم الأقل، ولازم ننتهي ب0. بعد كده بنحدد المسار الحرج. الخطوة الثالثة تحديد المسار الحرج. بنحدده ازاي؟ المسار الحرج هو أطول مسار في الشبكة، اللي هو فيه الأرقام المتشابهة 0 و0، 3 و3، 11 و11، 16 و16. فهنقول 1 2 5 6، هو ده المسار الحرج بتاعنا. 1 2 5 6، لأن ده اللي فيه الأرقام المتشابهة. إنما مثلا هنا ال3 2 و5، أو هنا ال4 9 و12، فاحنا بناخد الأرقام المتشابهة، فهيبقى ده المسار الحرج بتاعنا، اللي هو ألف ودال وزين. ألف دال زين. طبعا بنجيب القيم بتاعتهم وبنعمل زائد، يعني الألف زائد الدال زائد الزين. الألف عندنا بكام؟ ب3، والدال بكام؟ ب8، الزين عندنا ب5. فكده المسار الحرج بيساوي 3 زائد 8 11 و5 16. كده احنا حددنا المسار الحرج في الخطوة الثالثة. بعد كده في الخطوة رقم 4 بنجيب الانحراف المعياري للمسار الحرج، وده القانون بتاعه اللي هو ع بيساوي الشين ناقص الف على 6. الشين ده اللي هو الوقت المتشائم، والف الوقت المتفائل. فهنجيبه لكل المسار الحرج اللي هو ألف، مش احنا المسار الحرج بتاعنا كان ألف دال زين، هنجيبه لكل واحد منهم. فهنقول ألف بتساوي الشين بتاعت الألف ب9، ف9 ناقص الف ب1 على 6، وهنشوف بتساوي كام. وبعد كده هنجيبها للدال. الدال كانت عندنا الشين ب20 والف ب4، فهنقول 20 ناقص ال4 على 6، نشوفها بتساوي كام. وهنجيب برضو الزين. بعد ما جبنا النواتج بتاعتهم بتاعت المسار الحرج هنجيب السيجما. السيجما بتساوي الجذر الأرقام اللي احنا طلعناها دي، 1.33 بس تربيع، زائد 2.66 تربيع، زائد 2 تربيع. هتطلع السيجما بتساوي 3.59. هو بقى ممكن يطلب مني ان انا احدد المشروع، مثلا احتمال اتمام المشروع في 18 اسبوع مثلا، او احتمال اتمام المشروع في 14 اسبوع. بنجيبها ازاي؟ القانون بتاعها بيساوي الوقت المستهدف ناقص وقت المسار الحرج على السيجما.
تمام. فاحنا مثلا احتمال اتمام المشروع في 18 اسبوع، هنقول بيساوي ال18 ناقص وقت المسار الحرج اللي احنا حددناه هنا ب16. فهنقول 18 ناقص ال16 على السيجما اللي هي جبناها هنا 3.59، ونشوف على الآلة هيطلع بكام. بعد ما عملنا القانون وجبنا الناتج بتاعته طلعت ب0.55. بناخد الرقم ده وبنبحث عنه في الجدول اللي هو هيبقى مديهولنا في الامتحان. لقيناه عامل 0. تقريبا 70.88. هناخد الرقم ده وهنضربه في 100. تمام، هيديني نسبة 70%. طيب احتمال اتمام المشروع في 14 اسبوع هي برضه هنقول الزد بتساوي ال14 ناقص ال16 اللي هو وقت المسار الحرج على السيجما اللي هي ب3.59، واشوف برضه هيطلع بكام. بعد ما جبت الناتج بتاعها طلع لي ان هي بسالب 0.55. احنا اكننا ما شفناش السالب ده بنلغيه وبناخد ال55 دي بنبحث عنها في الجدول. طلعت لي بالرقم ده اللي احنا كنا لسه جايبينه اصلا. باخد الرقم ده وبطرحه من الواحد الصحيح، لان هي كان في سالب، انا قلت هلغي السالب بس لحد ما ابحث في الجدول. جبت الرقم خلاص بقى نفتكر ان عندنا سالب نقول ناقص الواحد. احنا لو الرقم موجب زي ما قلنا بنضرب في 100 على طول، انما لو الرقم كان سالب بننقص من الواحد الصحيح، بتطلع تقريبا 29 وشوية ارقام كده. بناخد بقى الرقم ده 29 ونضربها في 100 بتطلع ب29%. تمام. طب لو قال لي احتمال اتمام المشروع في 16 اسبوع، برضه بقول الزد بتساوي ال16 ناقص ال16 على السيجما اللي هي ب3.59. لو عملتها على الآلة هتطلع بصفر. لو خدت الصفر ده اللي هو 0.00 ده وبحثت عنه في الجدول هلاقيه طالع لي بالرقم ده ب50 أو 5000 زي ما هو موجود في الجدول، هي مش تفرق. لو خدت الرقم ده وضربته في 100 هتطلع ب50%. تمام. فدايما اعرف ان الرقم ده وقت المسار الحرج لو هو احتمال اتمام المشروع في 16 اسبوع نفس ال 16 اسبوع بتاعه المسار الحرج وطلعت لي بصفر، اعرف على طول ان هي 50%. طيب لو الرقم زي ما قلنا موجب باخد الرقم بعد ما ابحث في الجدول على طول واضربه في 100. طب لو سالب ببحث في الجدول عادي بس ما بضربوش في 100، بنقص الاول من الواحد الصحيح بيطلع رقم هو ده اللي باخده اضربه في 100 عشان اطلع النسبة.